السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ الأكل العربي. النهاردة هنعمل معاكم السبانخ على طريقتي، ويلا بينا نشوف المقادير. معايا كيلو من السبانخ، حبيتين بصل وسط، كوبين عصير طماطم، كوباية من شوربة اللحمة، مكعبات من اللحمة، التوابل مكعب ماجي، فلفل أسود، شطة، بهار مشكل، كزبرة، ملح، معلقة توم مهروس. حلة على النار حطينا فيها شوية زيت ومعلقة من السمنة، ممكن تستبدلوها بزبدة أو زيت فقط. هننزل بالبصل وهنقلب لحد ما ياخد لون بسيط. بحب استخدام المعلقة السيليكون لأنها ما بتخلي الجوانب تسود مني. بلش ياخد اللون الذهبي، بنزل في معلقة من الثوم المهروس وبقلب لحد ما تطلع ريحة الثوم. بعد ما اخد اللون اللي بدي اياه بنزل بالتوابل بتاعتي، بدي تقليبه. شايفين كيف صار لونه ذهبي؟ بنزل في كوبايتين عصير الطماطم وبقلب لغاية ما يتجانس، وبوطي النار عليه لغاية ما الصلصة تتسبك. بعد ما تسبكت الصلصة بننزل بمكعبات اللحمة، نسيبها دقيقتين تانيين. بعد ما عدى دقيقتين بننزل بالسبانخ على نار هادية عشان تطلع حلوة وكمان ما تتهريش منك. هنا بعد ما نزلت بالكمية كلها هديها تقليبة بالراحة. الله أكبر، الله عز وجل. بعد ما قلبتها شوفوا كيف نزلت، بتطلع السوائل اللي فيها. هاي الخطوة مهمة ان احنا نخليها على نار هادية عشان تنزل كل السوائل. بنتركها على نار هادية لحتى تنزل كل السوائل دقيقتين، وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل. بعد دقيقتين بننزل بكوباية الشوربة، نديها تقلبتين ونسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. ويلا بينا نعمل الرز بالشعرية جنبها. في حلة على النار هننزل بالزبدة والزيت، هننزل بكوباية من الشعرية، معايا 3 كوبايات من الرز. هنغسلهم غسلة حلوة، ننزل النشا عشان الرز يبقى معانا مفلفل. بعد ما غسلت الرز وصفيته هنرجع للشعرية. شايفين ازاي لونها بقى ذهبي؟ هننزل عليها بالرز وهنقلب. هلا بعد ما قلبناه بالنسبة للتوابل انا معايا مكعب ماجي، 2 حب هان، 2 ورق لورا، ورشة ملح. اول اشي بنحط مكعب الماجي وبنديه تقليبة عشان الماجي يفك منه مع الرز. رشة ملح،
بنضل نقلب لشي 5 دقايق لحتى تتغلف الحباية عشان يكون معانا الرز مفلفل. وهننزل بالماء. طبعا المي ملهاش مقدار محدد، هي بس بتتغمر يعني مش بالكوباية. انا ما باخدش بالعيار لان انا باستمرار بعمل. وهنديه تقليبة. وهننزل عليه بورق اللورة وحب الهان. نقفل عليه ونسيبها بعد ما يتشرب على نار هادية لحد ما يستوي. نرجع للسبانخ. السبانخ بقت جاهزة، شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم يا جماعة ريحتها مالية البيت وحوالين البيت. هنا بعد ما الرز اتشرب هنوطي النار عليه ونسيبه لحد ان شاء الله ما يستوي، وهنشوفه بالتقديم. خلينا نشوف ازاي هنعرف ان الرز استوى قبل ما نقفل عليه. بمعلقة كده بنعمل كده ونشيلها تاني بالشكل ده. الرز كده استوى وهنقفل عليه النار. نروح لمرحلة التقديم. زي ما شايفين انا قدمت الاكل بشكل لطيف. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. تشجيعا منكم لتنزيل وصفات جديدة، لايك وشير، ما تنسوش الاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.